ما سألتش نفسك قبل كده ايه هو اول تليفون نزل بشاشة تاتش في التاريخ؟ ده تاني فيديو من سلسلة الحنين للماضي بنتكلم فيها عن أول حاجة حصلت من كل حاجة في مجال التكنولوجيا، والنهاردة هنتكلم عن أول تليفون نزل بشاشة تاتش سكرين في التاريخ. انت طبعا فاكر ان هو الايفون، بس هو مش الايفون، هو ال جي برادا، والتليفون نزل قبل الايفون ب6 شهور بس، وانا في توقعي ان هم سرعوا ونزلوه في الوقت ده عشان ياخدوا السبق ويبقوا هم اول تليفون ينزل بشاشه تاتش سكرين ونتكلم عليهم النهارده. كان في وقته شكله شيك جدا، عصري جدا، كان بيزك جدا، تليفون ما فيهوش زراير، تاتش سكرين، وكان بيجي بكاميرا 2 ميجا بكسل، واخد جوائز كتير جدا قبل ما ينزل اساسا على التصميم بتاعه لانه كان سابق عصره. انت متخيل احنا بنتكلم في تليفون بشاشه تاتش، حاجه ايام ما نزلت كانت مستحيل ان انت تفكر انها ممكن تبقى حقيقه في يوم من الايام. بس السؤال هنا بقى، ليه الجهاز ده ما نجحش زي ما الايفون نجح؟ اقول لك ببساطه، لان هم استعجلوا في نزوله وما كانش الجهاز بيقدم اي حاجه جديده غير شاشه تاتش. الجهاز ما كانش بيجي بستور تقدر تنزل من عليه ابلكيشن، الجهاز كان مقفول على نفسه، ما بيديش اي فيتشرز زياده من الابلكيشنز اللي ممكن تنزلها من المتجر بتاعه، لانه ما كانش ليه متجر اساسا، كان جهاز مصمت انت بتاخده عشان الفيتشرز دي بس. وده اثر طبعا على تجربه السوفت وير وخلى الناس ما تبقاش مشدوده له، لانه ما بيقدمش حاجه غير التاتش سكرين. وبس كده، التليفون اتنسى وسط الزحمه، بس كان ليه السبب ان هو يقص الشريط ويوصلنا للي احنا واصلين له دلوقتي من تليفونات. وبس كده، كان معاكم حازم تك فيو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.